خنوس كيضرب دولي مع فريقه شتوتغارت ضد السيلتيك على مستوى الدوري الأوروبي في لقاء اليوم، وتحصل على تقييم 8.7 كتقييم على أدائه وعلى مردوده. إحصائيات في اللقاء كانت ممتازة، 71 دقيقة، هدفين في المباراة من 4 تسديدات. أما دقة التمريرات وصلت إلى 75%، التمريرات الطويلة بنسبة 50%، والعرضية بنسبة 50% كذلك. بالنسبة للتدخلات الناجحة 100%، كسب الالتحامات الهوائية 40%، وكسب الالتحامات الأرضية 33%. خنوس بعد الكان لم يقدم مستويات كبيرة، لكن في أول أيام رمضان في المغرب، وفي أول لقاء في الدوري الأوروبي بعدما كان احتياطي في اللقاءات الماضية، كان احتياطي ولمشارك أساسي. اليوم لعب أساسي وأبصم على ثنائية خرافية في مرمى السلتيك وفي مرمى العملاق الدنماركي شمايكل، واحد من أبرز الحراس في عالم كرة القدم في السنوات الماضية. خانوس اليوم قدم كل شيء في اللقاء من ناحية التمريرات، المراوغات، الأهداف، وكذلك العرضيات. كان ممتاز وكان رجل مباراة عن جدارة واستحقاق، ونتمنى الاستمرار في هذا الأداء.